الحسين عموتة مدرب الأهلي الجديد يتفق مع سيد عبد الحفيظ المشرف العام على فريق الكرة على تأجيل حسم مصير بعض اللاعبين المرشحين للرحيل لحين تقييمهم بشكل جيد خلال الأيام القادمة في التدريبات. الأهلي يحاول الوصول إلى صيغة اتفاق مع نادي نورشلاند الدنماركي بشأن صفقة إبراهيم عادل لرغبة النادي في تعويض رحيل تريزيجيه، وذلك في ظل تمسك النادي الدنماركي باستمرار اللاعب في صفوفه حتى الآن. شركة الكرة بالنادي الأهلي تستغل تألق مصطفى شوبير الكبير في كأس العالم لتوفير أكبر قدر ممكن من الإعلانات للاعب حتى تساهم في إقناعه بتجديد عقده وإغلاق ملف الرحيل نهائيا، بعدما بدأت تنتشر شائعات كبيرة عن تلقي عروض ضخمة بعد التألق في كأس العالم. الأهلي يؤكد أنه لم يتلقى حتى صباح اليوم أي عروض رسمية لمروان عطية وإمام عاشور، وأن أي إعلامي يتحدث عن عروض للثنائي عليه أن يكشف عنها إن كان لديه إثبات، لأن كل ما يصل إلى النادي مجرد استفسارات فقط، والنادي لديه رغبة في الاحتفاظ بالثنائي وسيعرض عليهم تمديد وتعديل عقودهم. تريزيجيه ينتظر جلسة مهمة مع مسؤولي الأهلي بعد عودة المنتخب الوطني إلى القاهرة لحسم رحيله عن الفريق وانتقاله إلى نادي الرياض السعودي. نادي العين الإماراتي يدرس بجدية تجديد عقد رامي ربيعة لاعب المنتخب الوطني في ظل تألقه الكبير في كأس العالم. تقارير صحفية تؤكد أن سفيان بن جديد المهاجم المغربي يمتلك قدرات جيدة جدا لقيادة هجوم الأهلي في الموسم الجديد، وقد يصل اللاعب خلال الأيام القادمة للقاهرة، وهناك لاعب آخر في الخط الأمامي يقترب من النادي من التعاقد معاه. الأهلي ينتظر رأي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للأهلي في مسألة ضم أدهم حامد لاعب بتروجيت بعد اتفاق لجنة التعاقدات مع اللاعب تحسبا للتعاقد مع اللاعب. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتوجه بخالص الشكر والتقدير لمنتخب مصر بعد الأداء المشرف في كأس العالم، ويؤكد أن المنتخب مثل ندا صعبا جدا لبطل العالم السابق، كما يشكر كل الشعوب العربية التي شجعت منتخب مصر خلال البطولة. لجنة الحكام في الفيفا تدرس شكوى اتحاد الكرة ضد الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين مع دراسة إبعاده عن إدارة باقي المباريات لامتصاص حالة الغضب الجماهيري. سيلتيك الاسكتلندي وأكثر من نادي إنجليزي وسعودي يهتمون بالحصول على خدمات هيثم حسن بعد تألقه اللافت أمام الأرجنتين. جماهير الكرة المصرية تهاجم المدعو محمد عادل بسبب تصريحاته وإنصافه للحكم الفرنسي، وذلك بعدما بدأت تنتشر تصريحاته في بعض المواقع الأجنبية والصحف المعادية لمصر سواء في المغرب أو الأرجنتين. المنتخب المصري ينفي كل ما يصار حول تعرض حسام حسن المدير الفني للمنتخب للتهديد بالقتل في أمريكا بسبب دعمه الكبير لغزة. الطائرة المصرية التي تنقل بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة تصل في 9 مساء من صباح يوم الجمعة إلى البلاد، حيث ينتصرهم استقبال رسمي من وزير الرياضة والجماهير المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. إحدى الصحف الأسبانية تؤكد أن مستقبل إنفانتينو رئيس الفيفا أصبح في خطر بعد كأس العالم، وذلك بسبب فضيحة إلغاء وإيقاف لاعب أمريكا وما حدث في مباراة مصر والأرجنتين. محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق يدين ما حدث ضد مصر في كأس العالم، ويؤكد أن المنتخب تعرض لظلم تحكيمي واضح أمام الأرجنتين، وأنه لم يستطع النوم من شدة الحزن بعد ضياع فرصة التأهل. الإعلام المصري باسم يوسف المعروف بشكل كبير في الشارع الأمريكي يستغل شهرته هناك لتوضيح حجم القهر الذي عاشه الشعب المصري بعد الظلم الفادح وتعرض المنتخب أمام الأرجنتين، ويقرر الظهور بقميص منتخب مصر في أغلب عروضه القادمة. حسام البدري مدرب المنتخب الوطني السابق يؤكد أن المنتخب رفع سقف طموحات الجماهير المصرية بفضل الإنجاز الذي تحقق، وأن الجميع كان يطمح في الوصول إلى دور أعلى، مشيرا إلى أن الأخطاء التحكيمية أثرت بشكل واضح على نتيجة مباراة الأرجنتين، لكنه شدد على ضرورة استقبال المنتخب بالشكل الذي يليق بما قدمه والبناء على الإيجابيات الكبيرة التي تحققت في هذه النسخة. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.